سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طليت عليكم بنات هاد الحلوى الجافه اللي جات روعه 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 روعه. محبين الحلويات الجافه هذيك اللي ماهيش بريستيج، ما فيهاش شوكولا، ما فيهاش مقادير بزاف، ومام بنينه وطريه وتذوب في الفم. تبعوا معايا هذا الوصفه البنات، رايحين تنجحوا فيها باذن الله وتجيكم ما شاء الله. اول حاجه البنات خدمت برطل تاع الزبده اللي هي 500 غرام البنات باش تجيني كونتيتي كبيره. البنات قطعت لي واحد 70 حبه ولا 70 مهم البنات راهي في 70. درت هنايا درت 500 غرام تاع المارغرين. انا خدمته بالصول تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. درت هنايا كاس تاع المايزينا، او درت كاس تاع الكاوكاو محمص ومطحون، نحيت له قشوره بصح ماشي كاع 100%، يعني نحيت له نسبه من القشور والباقي خليته بقشوره. هنايا كاس تاع الزيت وكاس تاع السكر كلاصي، زوج حبات بيض كاملين وصفار بيضه، يعني وحده درت لها الصفار فقط. وهنايا درت زوج مغارف تاع الكونفيتير في وسط لاباط كيما راكم تشوفوا البنات. زدت هنايا البنات زوج مغارف تاع حلوة الترك اللي هي الشامية البنات. يعني حوالي زوج مغارف هكاك البنات يكونوا معمرين. وهنايا عندي نص مغرف تاع لافاني، وعندي كيف قرصة تاع الملح باش تعادلكم الذوق البنات. وهو اصلا يكون هنا نعاود لكم البنات المقادير: 500 غرام زبدة، 3 بيض منهم واحدة من نزعنا لها البياض، وزوج مغارف تاع الكونفيتير، و كاس تاع الكاوكاو، كاس تاع المايزينا، كاس تاع الزيت، وكاس تاع السكر كلاص، قرصة تاع الملح ولافاني، وزوج مغارف تاع الحلوى الشامية البنات. ان شاء الله ما نكون نسيت حتى حاجة. المهم راه كلش قدامكم البنات. نخلط بهذا الشكل فقط بيدي، ومن بعد باش نستعمل الباتر. باش البنات المكونات الجافة ما يطيروش البنات، نخلطهم كيما هاك، ومن بعد باش نبدا نخلط بالباتر كيما راكم تشوفوا. ومن بعد حبيباتي بديت نضيف الفارينة هنايا لازم تكونوا غربلتوها، وضفت نص كيس تاع الخميرة الكيميائية، نص كيس كان كفاية البنات. نفخ الكاطو جا ما شاء الله. ومن بعد نبداو نخلطوه يعني بالمغرف ولا بهاد السباتشولا. حركوا حركوا حتى تدخل الفرينة في المقادير، وتبداو يعني تضيفوا في الفرينة تدريجيا البنات، ما تسربوهاش باسكو هاد العجينة فيها الكاوكاو شويه يشرب. يعني نشف لاباط، ما تكثروش البنات الفرينة. انا هنا البنات كيما راكم تشوفون راني نضيف بالتدريج، خاصة المبتدئات، يعني ما تسربوش رواحكم، كل حاجة خدموها بالعقل بالعقل باش الحاجة تنجح لكم. دايما الحاجة اللي نزربوا فيها وما نركزوش معاها راح تخسر وما تخرجش ناجحة، وما تخرجش خدمة متقونة. يعني كل ما خدمتوا بالعقل في روسكم تخرج خدمة ناجحة. تلمت هنا لاباط كيما راكم تشوفوا حبيباتي، لازم لكم تخلوها طريه، يعني كيما راكم تشوفوا هنا قسمت على 4 اجزاء، ودرتها في الساشي البنات باش هكاك ما يضربها لكم الشريح، وتخدموا بالنص هكاك البنات، وختمت بالنص. كيما قلت لكم البنات خدموا في غلوطكم باش الخدمه تنجح لكم وتجيكم متقونه. مام هذا يعني عاود قسمته على نصفين باش هكاك كي نحل الحبه بسكي البنات راح نقطعو بالخدمي، ما فيه لا طابع لا مول هذا الكاطو، يعني قطعته بالخدمي باش كل البنات بالخف تكملوا وما يجي ناجح. درتو على شكل معينات البنات، والله جا البنات يذوب في الفم، جا روعه صدقوني البنات. انا يعني ذقته وما خلاش فيا، روعه روعه، وما من الكميات تقطع ما شاء الله. بالنسبه للبنات يعني باش تعرفوا الميزان، انا درت زوج اصابع وقطع. اسمحوا لي لو جاتني عطسه. قلت لكم البنات درت زوج اصابع وقطعت، وهذا يعني الاول حبته كي طابت يعني كبرت بزاف. ماذا بكم تصغروا الحبه البنات على اللي درت انا، يعني مولاها ياكل حبه يقنع ويشبع. بصح البنات باش يقطع لكم وتجي الحبه كي شويه يعني ماهيش كبيره بزاف، قلوها على كيما راني دايرت انا، ديروها اصغر بشويه كيما راكم تشوفوا.
شاء الله حبيباتي تكونوا فهمتوني، الصورة راهي تشرح وحدها البنات. من فضلكم حبيباتي ولا المشتركات اللي راكم تدخلوا جدد خلوا لي تعليق واشتراك باش نزيد نشارككم بوصفاتي اللي انا حنديرهم من وفات. انا خدمت لكم زوج ومازال راح نزيد انواع ان شاء الله. وان شاء الله كل كونتيتي تاع كل يعني عبارة تاع الكاطو راح تديروه يجي مختلف على الاخر البنات، يعني كل نوع يجي مختلف على الاخر باش هاك تنوعوا كامل البنات. من اني عاودت وريت لكم كيفاش راني ندير طريقة جدا سهلة، خاصة اللي ما عندهاش الوقت ولا اللي ما عندهاش طوابع ولا بالخف تحاول تكمل حاجة. ديري هذا اختي والله ساهل ماهل وبنت وما تشبعش فيه. بنت المشمش هذاك يعني واسمه الكوفيتير، في بنت حلوة الترك، في ريحة الكاوكاو، يعني هذا الكاطو مختلف تماما والله يا البنات روعة. ماذا بيا تجربوا حبيباتي تكتبوا لي في التعليقات. شوفوا البنات زوج اصابع وقطعت. انا حاولت في الاخير اني نقص في الحجم. هنا البنات جيت نعطيكم فكرة على ليمون يعني هذو تاع الحديد. حبيت نقول لكم اللي حابة تدير يعني يعني نفس كاع لاباط هذه ديروها في ليمون تاع الحديد. والله هي البنات جات ثاني كروعة. بس دخلت لها الشوكولا، درت نص شوكولا ونص يعني بنوات كوكو. جاء روعة البنات. اللي حبيت يعني نعطيكم برك افكار، انا درت من واحد 10 حبات برك يعني الا كتب ربي ومازال زايد كفاني الوقت ندير كامل عبارة وقت اخر لهاد ليمون البنات. جا روعة. انا فقط حبيت نعطيكم الافكار ولا ديروه هلال ولا المهم البنات بهذا ثانيك جا روعة سواء بالنص ولا بهذا. شوفوا البنات كيفاش عبزوها شويه ما تعبسوش بزاف باش ما يجيكمش من الداخل شغل عجينه، يعني باش يجي خفيف ما تعبسوهاش بزاف. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. المهم خطرات البنات راني ما نعرفش نشرح ولا تتلف لي ولا نكون نخمم في حاجه اخرى وقاعده ندير في المونتاج. المهم الدنيا على قد يعني هذا الاخر. ها هو البنات هو طيب. شوفوا كيفاش طاب جا ما شاء الله حبيباتي. جا روعة ما تغفلوش عليه. انا طيبته من التحت واحد ربع ساعة وزدت له من الفوق واحد 7 دقائق ولا يعني قيس ما تحمر شوية. وجبت هنا الكوفيتير باش نلصق الكاوكاو. درت كمية تاع كوفيتير عيني ميزاني البنات ما وزنت ما والو. وكمية تاع حلوة الترك كيما راكم تشوفوا. المهم البنات لازم حلوة الترك تحلوها مليح مليح في الكونفيتير. ومن بعد جبت هنايا الماء الزهر البنات بديت ندير حتى اللي حسيت القوام شويه خفيف البنات باش لصق بيه باش الكونفيتير يكفيكم باش يعني بالماء الزهر راح يتزكوا هذا الاخر اللي لصقوا به. هذا يعني الساق اللي لصقوا به الكاوكاو. وانا كنت حمص الكاوكاو ورحيته ما نحيتلوش ثاني كقشورو، رحيته شويه اقل من المتوسط يعني هكاك خير البنات خير من الخشين بزاف. ودرت بالبانسو في هذاك الاخر وبديت نلصق. ما درتش من تحت البنات درت من الفوق برك الكاوكاو يعني في القاعده ما درتش. شوفوا البنات كيفاش يجي روعه والله يهبل. تحبوا تخلوه كيما راه البنات يعني كيما هاكو ديروه في الكيسات ولا ولا ديروا الطريقه اللي درت انا دوك تشوفوا معايا البنات ما نحرقوش الخطوات. ما نعرف انا واش رحت ندير وخليت الكاميرا والله راني نغزر معاكم البنات. والله يا البنات راني نشوف معاك ونظن واقيلا رحت نجي في الكيسات شتو خليت الكاميرا راهي تمشي راهي تمشي راهي تمشي ما فوقتش كاع البنات. والله يا البنات هذا وراني نشوف فيها معاكم بلي راني خليت الكاميرا هكاك مبلاصيه وتمشي. المهم البنات قدموا شويه الفيديو وقيل فيه واحد الدقيقه كاع. باش ما تكرهوش قدموا شويه الفيديو البنات. والله ما راه سهل البنات هذا التصوير والمونتاج مع بعد الفطور الواحد يكون لاهي بالماعن وزيت الكاطو وزيت التعب والتربية يعني باش تقعدي ديري مونتاج ولا الاخر والتصوير فيها عيا بزاف البنات. شوفوا شحال راني يحصرها من وقت راهي صورت التليفون وانا مانيش فايقتلو وانيش عارفه كاع واش رحت ندير.
هاني رجعت البنات نعاودو نكملو، قلت لكم القبيل ما نعرفش واش ندير وخليت، المهم كي كنت في المونتاج البنات كنت قادرة نقص هذاك لا فيديو بصح فيها خدمة البنات، المهم راكم معايا على الطبيعة البنات، خليتكم شوية فوتو هذاك الصورة اللي كانت ثابتة. المهم كيما راكم تشوفوا حبيبات ولكم تحبوا تخلوه سامبل ولا ديكوريه معاه. شوفوا البنات كيفاه درتو في الكيسات جاي هكا، دوكا نزيدو التزيين. انا زيت بخطوط تاع الشوكولا، يعني نتوما زينوه بواش حبيتو، تحبوا تخلوه كيما راه ولا يعني كيما حبيتو، ما كاش اسهل من خطوط الشوكولا. فقط انا البنات عاود زدتلو درتلو درت هذا الورقه البنات، يعني الورقه كنت خدمتها في الموسيليكو راهي تتباع البنات، كون نظن شفتوها كامل في الورقه درتها في المول سيليكون صغيره، هذه الورقه صغيره درت لها الشوكولا وخرجتها للبنات كيما تشوفوا، عاود زينتها بالورقة الذهبية. المهم البنات حبيت ندير تزيين بسيط، واللي حابت تزين على واش حبت. شوفوا البنات والله خرج ما شاء الله. وهذا البنات هذوك الحبات اللي بقاو اللي درتهم واحد 10 حبات قلت لكم البنات. المهم البنات تنسونيش بالجيم.